مرحبا بكم، صباحكم خير أو مساءكم خير على حسب توقيتكم. اليوم ويانا برج الميزان، قراءة مختلفة لأن هي لسنة 26. يا رب تكون سنة خير للجميع. علينا وعليكم يا رب. وخلينا نشوف قراءة التاروت ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. لا تنسون اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة، وتأكدوا أنكم فعليا زر الإشعارات حتى يوصلكم كل شيء جديد ينزل على قناتنا. يا برج الميزان، قراءة التاروت توضح انه اكو حدث هام راح يصير بحياتك. حدث راح يكون كلش مهم وحلو، حدث خير وإيجابي، وطاقات راح تكون إيجابية. الفترة هاي فترتك سنة 26 هي فترة برج الدلو، لأن عفوا الميزان، لأن راح تكون سنة ممتازة وجميلة. يعني يا برج الميزان الأحداث راح تكون رهيبة، بس بالتحديد هو حدث واحد. حدث واحد راح يغير حياتك للأبد، والحدث هذا راح يكون خير، يكون كلش خير. هذا الحدث واضح انه اكو طاقات خوف، وشايفة هذا الشيء من خلال طاقتك. من خلال طاقتك واضح انه اكو خوف قوي بقلبك، خوف، توتر، عدم راحة. اوكي، فتحاول انه تتخلص منهم، هذا الشيء يعني من الخوف والطاقات اللي تحس بيها. اكو طاقة انفصال موجودة، واضح انه طاقة انفصال، طلاق، انفصال، ورجوع للماضي. عفوا، اكو رجوع للماضي، بس البعض من عندكم لا، ما راح يرجع للماضي. البعض من عندكم لا، ما راح يرجع للماضي لان تركتوا وراكم الماضي. فبعض من عندكم لا، ما راح يرجع. بس واضح جدا من خلال طاقتك انه انت بعلاقة متعبة، انت بعلاقة كلش متعبة، ولذلك قررت انه تبعد. قررت انه تبعد عن الشخص اللي معاه بعلاقة الان. العلاقة هاي اخذت طاقة منك قوية كلش، ووصلت مرحلة انت تعبت، ما تعرف شو تسوي، ما تعرف، بس تعبان كلش بالعلاقة اللي انت بيها. فواضح انه انت على سنة 2026 راح تنفصل. واشخاص دا يستغلوك ماديا، هالشي احذر منه، لان الاشخاص هاي دا تستغلك ماديا، واستغلال كلش قوي. انت يا ميزان ماكو واحد ما يعرفك الا ويريد يستغلك ماديا. تخيل، يعني كل اللي يعرفوك وكل حتى اللي يتعرفون عليك يريدون يستغلوك ماديا. يعني ما اعرف شنو المشكلة، ما اعرف شنو المشكلة انه اي شخص يتعرف عليك من اول يوم. ما راح اقول من ثاني يوم، لا لا لا، من اول يوم يريد يستغلك. شي واضح يعني. في هالمشكلة اللي انت تعاني منها، هاي هي المشكلة، وهي المشكلة الكبيرة اللي انت تعاني منها، انه اي شخص دا يعرفك يريد يستغلك، وفقط يفكر بالاستغلال. على طول الخط يفكر بالاستغلالك.
شلون يمص دمك، شلون أفكر. فهذا الموضوع فعلا يعني يستفز أي شخص حرفيا. شوف، سنة 2026 هواي أشخاص راح تطلعهم من حياتك، هواي أشخاص راح تطلعهم من حياتك، أشخاص صراحة ما لهم معنى في حياتك، فقط يصدروا لك الطاقات السلبية. فبعدهم راحة، بعدهم كلش راحة، أصلا بعدهم كنز مو بس راحة، والله بعدهم كنز يعني، لأن مؤذيين، كلش مؤذيين، حقراء، ما يفكرون بس بنفسهم، ما يحبون بس نفسهم. بالعمل لا، تغييرات كبيرة بالعمل، ما شاء الله تبارك الرحمن، تغييرات كلش كبيرة بالعمل راح تصير، وتغييرات إيجابية على فكرة، تغييرات كلش إيجابية. يعني عندك طاقات رهيبة بالعمل راح تكون مشروع خاص راح تفتحوه، وهذا الشيء انت اصلا كنت تخطط له من سنة 2025 و24 و23، بس سبحان الله كل شيء بوقته حلو، ما كان ضابط الموضوع وقتها، والآن لا، اجى الوقت المناسب. كل الكروت الآن أمامكم توضح إنه الطاقات والوقت هو المناسب لفتح مشروع، وإنه الوقت راح يكون ممتاز، راح يكون جميل. تغييرات كبيرة راح تصير، تغييرات جدا حلوة راح تصير وياك، الأمور راح تكون لصالحك، الوقت هذا وقتك، راح يكون من أجمل وأحلى وأفضل الأوقات. الوقت راح يكون من صالحك أنت يا ميزان. الطاقات تشير إنه الفرج قريب، وإنه الأمور راح تصير وياك مثل ما أنت تحب وأفضل من اللي أنت تحبه، يعني تغييرات إيجابية، تغييرات حلوة، وواضح إنه أنت عندك انتقال من بلد إلى بلد، والانتقال هذا راح يكون ما بين شهر الخامس ماي إلى شهر جولاي السابع. أوكي، وطبعا طاقة السفر هاي إيجابية، هي صح بالأول راح تكون صعبة ومو كثير راح تكون حاب الفكرة، لكن بعدين الأمور راح تكون أفضل، بعدين الأمور راح تكون أحسن، وبشكل إيجابي راح تكون أحسن. يعني الوضع راح يكون لصالحك أنت، التغييرات راح تكون لصالحك أنت. أنت تعبت وتستحق كل الخير، يعني بعد التعب اللي أنت تعبته والمعاناة اللي أنت عشتها، فأنت تستحق كل الخير، كل الأمور راح تكون من صالحك، كل الأمور راح تكون إيجابية وجميلة. شوف هنا واضح إنه أكو امرأة واكلة حقك، أكو امرأة واكلة حقك، فأكو رجوع حق واضح، حقك واضح إنه راح يرجع قريبا، قريبا حقك راح يرجع. هذا أكثر موضوع أنت كنت تسعي إليه، بس كانوا مصممين، والموضوع ما كان أصلا لصالحك صراحة. يعني هم كانوا مصممين إن هم يأكلوا حقك أصلا. فالوقت هذا هو وقتك، هذا الوقت هو وقتك أنت، لأن هنا الكروت توضح إنه الشمس راح تدخل لحياتك، ومعنى الشمس هنا إنه حقك راح يرجع، حقك راح يرجع لك، وحتى لو تأخر راح يرجع حقك.
حتى لو حقك تأخر راح يرجع لك. هو بالفعل حقك تأخر فعلا، فراح يرجع لسنة 2026. اكو ناس من الماضي راح يحاولوا ان هم يتكلموا معاك، يريدوا يفتحوا صفحة جديدة وياك لتنطي مجال يتعرفوا على حياتك مرة اخرى وعلى تفاصيل حياتك، لان راح يجيبوا المشاكل وياهم. اوكي، فقط راح يجيبوا المشاكل وياهم. فما انصح ابد انه ترجع للماضي، ابد 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 ما انصحك انه ترجع للماضي. اترك الماضي للماضي، اترك الطاقات وخليها تروح، خليها تزول. اوكي، لا ترجع للماضي لو مهما صار، لان انت انجرحت بما فيه الكفاية وعانيت بما فيه الكفاية بسبب الماضي، ولذلك ما انصح انه ترجع قلبك للماضي، وراح تنجرح كذلك، راح ترجع تنجرح مرة اخرى. يعني هو ماكو شي جديد، بس جرح جديد. يعني 26 كل شخص من الماضي راح يحاول يرجع، فما انصح برجوعه، لان اكو جرح منه مرة ثانية. هاي على حسب طاقتك الواضح. بالنسبة للصحة، لا، صحتك راح تكون غير صراحة، ما شاء الله راح تكون افضل. يعني صحيا راح تكون افضل، هتكون احسن. تغييرات صحيا راح تكون ممتازة. يعني صحيا لا، امورك ممتازة صراحة. بس الناس اللي تحاول تتعلم شي لسنة 26، تحاول تدرس شي، عندكم نجاح. اوكي، عندكم نجاح، عندكم ترقية لسنة 26 كذلك بالعمل. وبالنهاية أرسل لكم جميع الطاقات الإيجابية والنور لحياتكم. حبايبي، اشتراك الناس اللي ما مشتركة، فعلوا زر الجرس يوصلكم بكل جديد، ولا تنسوا اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة. وطبعا اللي يحب يحجز قراءة من جميع أنحاء العالم تقدروا تواصلوا عبر الرابط اللي موجودة أو بأول تعليق مثبت. وأشوفكم في فيديو ثاني على خير. كمعكم أم شاهين. وتأكدوا من الإشعارات إنه فعليا أنا دا أشوف بالتعليقات تقولوا إنه مدى يجينا إشعارات، وفعلا دا أشوف إنه أغلبكم مدى يجي إشعارات، فتأكدوا من تفعيل زر الجرس. مع السلامة.